بسم الله. نبدأ بداية أسبوع وبداية عام جديد. يا رب يكون عام خير وبركة واليمن تنعم بالأمن والأمان. هذا أقصى ما نتمنى، أمن وأمان، ونهدأ ونعيش بهدوء وبحياة إن شاء الله رغيدة، وبلادنا مليئة بالخيرات، بس ما حد خلانا نطعم خيرها، وإن شاء الله بنطعمها بالأيام القادمة يا رب. بداية أسبوع جميل وواصلين على نهاية سنة دراسية، يعني الآن آخر شهر تقريبا دراسي هو شهر 1. بتبدأ الاختبارات زي ما ذكرنا يوم الأربعاء من شهر 2 إن شاء الله عشان يكملوا قبل رمضان. فنفسية الطفل وما يخص الطفل وتخطيط الطفل لمستقبله، أو حتى أهداف قصيرة المدى والأهداف طويلة المدى، هذه الأشياء كيف ممكن نأهل الطفل لها بنتناقش فيها مع الأستاذ محمد الظلماني اللي بيكون في ضيافتي اليوم، بس بعد ما نروح لهذه الفقرة وبعدين نبدأ فقرتنا لليوم. طبعا آخر حركة عملها الكوتش هذه لو عملتها غلط بتضر العمود الفقري، لازم حوضك يكون مرتفع، ومن الحركات اللي متعبة جدا بالنادي. طبعا الجو برد برد برد، والليل حماء وبرد برد برد، فهذا الشيء للأمانة أغلب الناس تعبانين، واللي ضارب إبرة، وزميلي ضارب إبرة، واللي يشرب. يعني اللهم لك الحمد ولك الشكر على العافية يا رب. ولما تيجي تقارن، يعني لما نجي نتكلم مع حق برا يقول لنا احمد الله عندكم عطف النطة، شوفوا احنا ايش بنعاني، يعني برد فعلا زيادة عن اللزوم عندهم، بس احنا مش متعودين، يعني احنا ما يجيش هكذا قوي قوي. واللي يتعب اكثر هذه اللي اب داون، انه شويه برد زياده وشويه قدوح حما زياده، فبيتعب الواحد. فحاولوا تنتبهوا لانفسكم، بالذات الاطفال الان معاهم مدارس الصباح، فحاولوا تجيبوا لهم عسل مع ليمون عشان يكون انتيبيوتيك طبيعي، مضاد حيوي طبيعي، والكبار كمان، يعني لان احنا كلنا يعني لازم نهتم بانفسنا هذه الفتره. بشر بيقول لي واحنا كلنا هذه الفتره تعبانين والله. اهلا وسهلا فيك دكتور. حياكم الله او استاذ محمد. استاذ محمد، تناقشنا انا وانت قبل وقلت لي انك مستهدف الفئه من 7 ل 12 سنه وبتطلب منهم يخططوا لمستقبلهم، فانا بقول لك اكبر خطه بذا العمر انه يلعب. أنا عندي الطفل لازم يعيش طفولته لآخر لحظة عشان يكون إنسان سوي بالنسبة لي، يعني إنه الطفل الذي عاش طفولة صح ولعب وعاش المرحلة بكل ما فيها، هذا بيكبر شخص سوي. أخليه يخطط لإيش من عمر 7 العمر؟ بالضبط، يعني على قولتهم يا أستاذ إنه يعني وضعتي يدك على الجرح تماما. احنا كمدربين أطفال عندما نقول الطفل يخطط يصنع خطته، ما بنقولش يخطط من شان ينفذها 100%، بنقول له العب يا ابني لكن خطط. ايش الخطه اصلا اللي بيخططها طفل من 7 سنوات؟ شيء يلعب يخطط، اشياء انا العب بلاي ستيشن، اشياء بعد بكره اسير العب كره، هو بيلعب لكن خليه يخطط. يعني يا استاذ اذا علمنا يعني يعمل جدول للعب مثلا، انه اليوم الساعه كذا كذا بلعب كذا، بكره بروح مدرسه. طبعا 7 سنوات 12 مدرسه، بروح مدرسه، يعني تشتي كذا الخطه تكون انه بروح مدرسه، بعدين بروح اكل، بعدين بلعب اللعبه الفلانيه، بحل الامورك، ممكن العب. يعني احنا كمدربين اطفال كيف بنعمل؟ ايش الخطه اللي براسك؟ المشكله الطفل هو نخليه يلعب ونخليه يكتب خطته على اساس انه يلعب، لكن احنا كاولياء الامور اباء وامهات او كمدربين اطفال بنخليه يكتب الخطه على اساس انه يلعب، لكن في نفس الوقت هي مش لعب، هي بتبني حياته وبتبني نفسه. مثلا قبل الخطه وقبل مثلا من انتم اصلا؟ الله المستعان. طبعا يا استاذه، طبعا احنا مدربين اطفال على مستوى الجمهورية. بدأنا ننشأ فكرة تدريب الأطفال. كم عددكم تقريبا؟ يعني كل ما بعد الأصابع. ومن هنا ندعو الناس يتوجهوا إلى تدريب الأطفال. ايش يعني المواصفات اللي بتطلبوها عشان يكون مدرب أطفال؟ ممتاز ممتاز جدا. احنا كأكاديمية الطفل القائد ما نقبلش أي واحد يدرب أطفال إلا بمواصفات. هذه المواصفات بتكون معنا دبلوم باسمه دبلوم TOT فور كيدز، هو إعداد مدربي الأطفال. فين بياخذ الدبلوم؟ طبعا بياخذ الدبلوم في أكاديمية الطفل القائد. طبعا الآن الفترة الأخيرة بدأ ينتشر فكرة تدريب الأطفال في الحساب الذهني. الفترة الأخيرة بدأ ينتشر الحساب الذهني. حبيت الموضوع. أي بس إحنا كمدرب أطفال إحنا متواجدين من قبل، يعني أكثر من 7 أو 8 سنوات خبرة في هذا المجال. دخلوا لنا في هذا البرنامج حساب الذهني، هم برنامج طبعا عالمي، ستاند عالمي، واخذنا عليه جوائز واطفالنا اخذوا مراكز اولى. ممتاز جدا. واستضفت العيال انا بدي لهم احلاهم. برنامج جدا رهيب وحساب ذهني، بس ماده عالميه جاهزه. المدرب يجي يتعلمها من مدرب اكبر منه ويلقيها للاطفال. احنا نقول لك الماده التدريبيه اخذتها 100% ممتاز احسنت، لكن هل استطعت ان تتعامل مع انماط الاطفال في داخل القاعه التدريبيه؟ هل استطعت ان تدير القاعه التدريبيه؟ هل استطعت أن يتم السيطرة على سلوكيات الأطفال الانفعالية
الانفعالية والسلوكية والنفسية داخل القاعة التدريبية؟ يعني نكون صريحين. إذا قلنا أيوة، ايش تعلمت او ايش اخذت المهارات اللي هي احدى مدربي الاطفال؟ اذا قلنا ايوه، اذا قلنا لا، هذا هو مربط الفرس، انه الكلمه نفسها، الكلمه، الاشاره بتاثر على ابنائنا الطلاب وعلى بناتنا الطالبات في اثناء القاعات التدريبيه. انت مبدع ومتمكن في الحساب الذهني، لكن مش مبدع ولا متمكن في اداره القاعات التدريبيه او في يعني التعامل مع سلوكيات الاطفال او التعامل مع انماط الاطفال. ايش الذي خلاك تحكم كذا؟ من واقع خبرته بقدر يسيطر. معنا مدرسين المدارس الحكوميه بالذات بيسيطر على 100 ومدري كم طالب داخل. يا استاذ نكون صريحين، التعليم خلال التدريب. طيب احنا في معنا فرق، في معنا التعليم وهذا له سلبياته وايجابياته. في التعليم نحن ما احنا متمكنين ومتخصصين في هذا المجال، لكن احنا كتدريب غير التعليم. يا استاذ نحاول نفرق بين التدريب اللي هو مجالنا احنا كمدربي اطفال وبين التعليم. التعليم فيها سلبياته وفي ايجابياتها، يعني حكمها وزاره التربيه والتعليم. لكن احنا كتدريب اطفال احنا ما بنعلمش، احنا ما بنقولش 1 2 زائد 3، احنا ما بنقولش الباء يعني قران كريم، او جينا نعلمه نحو او اساسيات اللغه الانجليزيه. بنعلمه تدريب، بنعطيه مهارات علميه، مهارات حياتيه، تنميه ذاتيه، هي حتكون رديف للمدرسه. مثلا يا استاذ لو قلنا لكم ان المدرسه بتعلم الطفل، بتعلم القرآن الكريم والحاسوب والرياضيات والعلوم، وهذا ممتاز ومبدع في جانبه ما شاء الله. يخرج الطفل في الإجازة الصيفية وين بيروح؟ المدرسة الصيفية أيضا بتعلم أساسيات النحو وأساسيات القرآن الكريم وأساسيات الرياضيات، وهذا ممتاز في ذاته. من الذي بيشبع هذا الفراغ؟ المهارات الحياتية، التنمية الذاتية، المهارات الإبداعية. مثلا الطفل ما يعرف يتعامل مع أبوي، الطفل ما يعرفش يتعامل مع المحيط، الطفل ما بيش عنده ثقة بنفسه، الطفل ما يستطيع يعمل مهارات عرض وإلقاء أمام الآخرين. الطفل ما يعرفش يعمل هذه الأشياء لأنه أهله أصلا مش مؤهلين عشان يعلموه هذه بالضبط. فإحنا جينا نسد هذا. المفروض تستهدف الأب والأم مش الطفل. إحنا في تدريب أطفال مستهدف الاثنين يا أستاذة. يعني نحاول يعني المفهوم يتوسع للمشاهد بموضوع أدق. اولا احنا قلنا في معانا ثغره تدريبيه، وهو الطفل ما بتعلمش هذه المهارات الحياتيه او الذاتيه او المهنيه او الابداعيه لا في المدرسه ولا في المدرسه الصيفيه. جاء هذا الفجوه، جينا كمدرب اطفال نسد هذه الفجوه ومعانا 120 برنامج. الاب والام وين من خطه؟ انا حبه شويه يا استاذه. بدانا نعالج الطفل. مثلا الطفل بيجي عندي بنعلمه فن الاتيكيت، انه كيف يتعامل مع ابوه، كيف يتعامل مع الكبير، كيف يتعامل مع الناس. يجي الطفل عندي في التدريب ساعتين، خروج كدو عنده الماده عنده هاي، روح البيت الام والاب يخربوا. عملنا فجوه ثانيه. ليش بيخربوا؟ ليش؟ لان في معنا سلوكيات الاب والام يعني سواء علم الغلط او ما علمش بيخرب. احنا كمدربين حق الماده ايش عملنا؟ عملنا تدريب نوعي، وايضا الامسيه اللي بنقدمها امسيه تشاركيه. مثلا عملنا قبل فتره كيف تذاكر بذكاء للاطفال. جبنا الاطفال وعلمناهم ساعتين تدريبيه كيف تذاكر بذكاء الطفل، واعطيناهم استراتيجيات. اروح البيت امه وابوه بيذاكروا بطريقه ثانيه يمكن هي غلط. اقول يا بابا يا ماما الاستاذ علمني اذاكر بذكاء. ايش عملنا؟ نفس الموضوع، كيف تذاكر بذكاء للكبار. فكان نفس الوقت الاب والام بتدرب في هذيك القاعه والطفل بتدرب في القاعه الثانيه. يعني بتدربوا الاب والام والاطفال. معنا اتصال. الو ايوه تفضل، معك قناه الهويه. الو طيب بيسمعني الضيف يا استاذ بشير؟ طيب الو، معكم قناه الهويه، برنامج يوم جديد. قطع الاتصال، طبعا الرقم ظاهر على الشاشة، واللي حابب يتواصل معنا على 72390928، والرقم أنوه أنه ظاهر على الشاشة. اللي حابب يتواصل ويتفاعل معنا حول موضوع تدريب الطفل على وضع خطة عشان يخطط حتى زي ما قال الأستاذ محمد على مستوى ألعابه. أهلا وسهلا فيك أستاذي. السلام عليكم، عندي سؤال. تفضل. تفضل. ايوه تفضل اخي، احنا بنسمعك، معك قناه الهويه. معي سؤال ابغى اقدمه. طبعا الصوت بيقطع من عندنا ولا من عندهم؟ من عندهم. تفضل اخي تفضل. ايوه تفضل بسمعك، تفضل قوله مره واحده عشان نسمعك، بيقطع الصوت. هل يجوز ايوه بسمعك. هل يجوز قراءة القرآن والقذف في داخل الفم؟ هل يجوز قراءة القرآن والقذف في داخل الفم؟ هذا بنسأله إن شاء الله للشيخ جبري، وعد بكرة بإذن الله لما استضيفه. شكرا جزيلا لاتصالك.
شاء الله اتذكر بس سؤالك ان شاء الله. اليوم معنا الاستاذ محمد الظلماني حول تدريب الطفل ووضع خطه للطفل. شكرا جزيلا لتواصلك، تفضل. فقلنا يا استاذ بعد ما وجدنا فجوه تدريبيه لدى الاطفال، احنا كاطفال جينا نسد هذه الفجوه. ايضا قلت مثل ما قلت يا استاذ اماني انه الاب والام ايضا يحتاجوا تدريب، هم الاساس هو بالاساس. ايش عملنا فكريات انه الاب والام بتدرب في قاعه والطفل بتدرب في قاعه. فعلا بيجوا لكم اي ناس الحمد لله بيحضروا كثير اب وام او يعني ابشركم يا استاذ. هذا الوعي طبعا المجتمعي انه في اب وام بيروحوا يتدربوا وابنهم يتدرب. احسنت يا استاذ. كم الاقبال على حضرتك؟ طبعا يا استاذ احنا في برامج الاطفال بنعاني انه الاب مش فاهم ايش معنى تمام عقب ذكاء الاطفال. الاب مش معنى معطيه برنامج الذكاءات معدل الاطفال. كيف مره عملت برنامج دبلوم اعداد مدرب الاطفال، من حضروا لي اطفال لا هذا للكبار. ففي ما بش عندنا وعي. ما تكتبش بالدعوه حق بنكتب كل شيء، الفئه المستهدفه من هو مثل ما قلت انت يا استاذه، ما بش معنا الوعي الكبير انه في معانا برامج خاصه بتدريب الاطفال. وهذا القناه الموقره المحترمه عملت هذا البرنامج من اجل ان ننشر هذا الفكر الموجود، من اجل ان نغطي احتياجات ابنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات. طبعا مثل ما